اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فراخ محشيه. هنعمل اكله حلوه كده اهوت. خليكم معايا كده لاخر الفيديو عشان نشوف هنعمل ايه وتشوفوا الحاجه اللي احنا هنعملها. طبعا انا بديكم افكار كده اهوت. انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين، بس بديكم افكار كده لسفره رمضان يبقى تغيير فيها يعني. معايا هنا اهوت فرخه. الفرخه ديت تربيه ايديا، يعني انا اللي مربياها. فغسلها كويس كمان كده اهوت ومظبطاها، وبعمل لها خلطه ان انا اتبلها فيها واحطها على جنب على بال ما اخلص الخلطه بتاعتها اللي هو الحشو بتاعها يعني. عملت لها بصلايه على طماطمايه على قرن فلفل كده اهوت بالملح وفلفل اسمر وشويه بهارات فراخ، وحطيتها كده اهوت تبلتها بيها وركنتها على جنب. حطيتها حوالي نص ساعه كده على جنب على بال ما خلصت الخلطه بتاعتها. هي طبعا مش هتاخد الخلطه ديت نص ساعه، بس انا بسيبها عشان تبرد وكده اهوت. فبسيبها شويه في الخلطه ويكون الرز كمان بارد، بكون بعمل اي حاجه تاني جنبها. طبعا عملت هنا اهوت اللي هو الرز اللي انا هحشيه جنبها جواها. طبعا انا قلت لكم عليه قبل كده اهوت وعملته معاكم كذا مره. معايا بصلايه متوسطه عشان الفرخه يعني على قد الفرخه، وكوبايه رز صغيره كده اهوت اللي هي صغيره خالص يعني تعتبر نص كوبايه رز. وبحطهم بقلل البصله كده شويه في معلقه سمنه كده بلدي حلوه. ونقلل البصله شويه يا دوبك ولا تحمر ولا تعمل اي حاجه يعني، هي دوبك تتقلى شويه. وبعد كده بنزل عليها بالرز وعليها بشويه ميه. يعني بديها مثلا حطيت كوبايه رز، بحط عليها كوبايه ميه بس، بسيب الحاجه مفتوحه بحيث ان الرز ما يستويش. تمام. بسيبها بقى ان هي تبرد خلاص كده، ونعمل اللي هو الكبد والقوانص عشان هنعمل رز بالخلطه. فبعمل الاول كده على بال الحاجه بتاعتي ما تبرد. وهنا حاطه برده الميه بتاعت الفراخ عشان تستوي. الميه بتاعت الفراخ تغلي على بال ما اخلصها نسقطها على طول. هنا اهوت عندي الكبده والقناصه. حطيت برده معلقه سمنه ونزلت عليها بالكبده والقناصه مقطعاها كده اهوت، وحطاها ان هي تتحمر. انا مش عايزاها لا مسلوقه، انا عايزاها تبقى لونها متحمر. فحطيتها بالشكل دوت. هتتحمر لها شويه وبعد كده بغطي عليها واسيبها تاخد راحتها عشان تتحمر وتبقى لونها بني كده وحلو. تمام كده خلاص. هحشي الفرخه بعد ما الرز ما برد، عشان انا لو حطيت الرز عليها وهي كده اهوت الجلد بتاع الفرخه هيتهري مني. تمام. وبحشي تحت الجلد، ما بحشيش البطن خالص بتاعتها، بحشي تحت الجلد لان تحت الجلد الرز بيفضل مفلفل. لكن لو حشيتيها من جوه من بطنها الرز بتاعها بيتكبس وبيطلع معجن وما تعرفيش تاكليه اصلا. لكن كده تحت الجلد افتحي الجلده كلها بايديكي كده وانت بتغسليها وبتنضفيها، وادهنيها وحطي لها التتبيله اللي عملتها دي، وبعد كده احشيها بالشكل دوت. كده الفرخه معاكي هتطلع الرز اللي من تحت الجلد يبقى مقرمش، وتحبي ان انت تاكليه كمان، يبقى حاجه طعمها حلو جدا. اكتر احسن من انك تحطي في البطن، والبطن مع الميه مع لازم تسلقيها لان عايزه شوربه منها وهتعملي منها. لكن انت لو عايزه وبرده بتتعجن حتى لو حطيناها في كيس الحراري، لكن تحت الجلد ما بتتعجنش خالص. بنسويها بقى كده وخلاص وبنظبطها وبنعمل الشوربه بتاعتها كده اهو تجهزها ورق لورا وحبهان. وطبعا هنحط اللي هي بقيه البصله اللي احنا تبلناها بيها اهي. البصله اللي هي بقيتها البصله مفرومه على طماطمايه على قرن فلفل، وطحناهم كده في الخلاط حلو. وبنزلهم في الكبه يعني مش في الخلاط يعني عشان ما تبقاش حاجه ناعمه. خلاص كده وانزل عليها بالفلفل الاسمر بتاعها وبحطها بقى تستوي براحتها. خلاص كده خلصنا دي. هنبدا بصي الكبده بتاعتنا هي اتحمرت شويه، هنديها بس تحميره شويه صغيره وخلاص هنطلعها كده اهو تكون اتحمرت يعني لونها غمق شويه، بس ما تتحرقش مننا يعني. اهم حاجه ان هي ما تتحرقش، تبقى متحمره بس بدون حرق. هنا بقى هعمل ايه؟ هعمل كشك جنبها. معايا هنا كوبايه رز، مش كوبايه كبيره، كوبايه اللي هي صغيره خالص، كوبايه الزبادي يعني ما بتشيلها حوالي 3 معالق رز. خلاص كده هسويها بقى في اللبن على بال ما هي ما الشوربه ما تجهز. لازم احط لها بقى حاجه عشان اسوي فيها بحيث ان يجي الاكل كله بتاعي يخلص مع بعضه. هحط ميه عشان اللبن لو سبته لوحده هيشيط وهيعمل ريحه وكده، لازم تديله ميه. فلما تخلص خالص هنحط لها الشوربه بتاعتها ونبدا بقى نجهز بقيه الكشك بتاعنا. هنا بقى الكبده بتاعتنا خلاص اتحمرت، طلعها بقى كده اهوت واحطها على جنب، واحمر بقى البصله بتاعه الرز. تمام. هنزل كده بالبصله بتاعه الرز كده اهوت على السمنه بتاعه الكبده، ونحط لها بقى معلقه سمنه او معلقه زيت، معلقه زيت بقى عشان الرز يفلفل معانا اكتر. هنا بقى كنت سايبه بصله للكشك، فقلت احمرهم كلهم مع بعض وبعدين ابقى اشيل اللي هي ايه شويه بصل للكشك. كده كده نفس التحميره بتاعه الرز يعني، انا هحمر البصله هكرملها للرز ونفسه للكشك، فالاتنين زي بعض. فرحت حطاهم مع بعض كده اهوت بشويه السمنه اللي هم نزلوا من الكبده، وحطيت عليهم كمان شويه زيت. وادي اتحمرت كده البصله، هصفي بقى اخد البصله لوحدها بس، واصفي الزيت كده اهوت عشان اعمل فيه الرز.
تمام كده اهوت. خلصنا كده حاجات بدائيه كده من الرز. ننزل بس بشويه رز زيت صغيرين كده اهوت عشان نحمر بقيه الحاجه بتاعتنا. معايا هنا شويه من اللوز، حطيتهم في ميه سخنه وقشرتهم وقسمتهم اتنين، والبندق قسمتها اتنين برضو بالشكل ده، وبحمرهم شويه في الزيت وبعدين هطلعهم وانزل بعديها بالرز. يكون الزيت سخن قوي قوي عشان الرز يتحمر معايا تحميره بسرعه، يعني ايه، تحميره حلوه. يعني انا مش عايزاه ان هو هحط له شوربه وخلاص كده وهقلبه شويه في الزيت، لا، انا عايزه احمره شويه في الزيت. تمام. في الحاله دي بيبقى بعد ما بتحمري اللوز او الحاجه بتاعتك كده، بتروحي نازله بالرز، بيكون الزيت سخن قوي فبيروح اخد صدمه بسرعه وبيبقى ايه، بيت بيتفلفل معايا على طول. تمام كده. هقلبه بس شويه ياخد له لون كده، يعني ايه، مش بني ولا احمر ولا اي حاجه، يعني لون خفيف، يعني إيه داخل على اللون البني الخفيف كده اهوت. خلاص ده الكشك بتاعنا اديته شويه ميه برضو، لقيته خلاص متكبس قوي فاديته شويه ميه تانيين. كل ده انا مستنيه الشوربه تخلص عشان اكمل الكشك. خلاص ادي الفرخه بتاعتنا خلصت. انا الفرخه بتاعتي حتى لو هي بحس ان هي فيها ان هي ما استوتش قوي، بروح مدخلاها، حاطه لها سمنه وحاطه لها ملح وحاجات زي كده ومدخلاها في الفرن، تخش الفرن تستوي كمان، تكمل تسويتها في قلب الفرن. تمام كده. خلاص بقى الرز بتاعنا اهو اتحمر. بصي ادانا اللون الايه مش بني كمان، يعني لون فاتح، لون الذهبي ده كده اهو. ان انا بحمره شويه في الرز ياخد اللون في الزيت، ياخد اللون اللي هو الذهبي، وانزل عليه بالشوربه بتاعتها والبصل، واديها الملح والفلفل الاسمر بتاعه، واسيبها ان هي تستوي بقى براحتها. يستوي بقى الرز كده اهو ده كده خلاص. وخلصنا كده الرز، وهنشوفه بقى ساعه الغريف هيبقى شكله عامل ازاي. خلاص كده اهو الملح بتاعه نحطه بقى، نركنه على جنب ونبدا بقى في الكشك بتاعنا. ادي الكشك بقى، ادينا بقى الشوربه جهزت، احط بقى الشوربه بتاعتي على الكشك وابدا ان انا اقلب فيه، بظبطه بقى كده خلاص، وابدا احط له المعلقه بتاعت معلقه الدقيق، هنشوفها برضو دلوقتي مع بعض، بس بقلبه بس شويه عشان يغلي علينا، عشان انا طفيت عليه على بال ما الشوربه ما تخلص، عشان ما يشيتش ولا حاجه، عشان اللبن بيشيت يعني. معايا بقى معلقه من العين الجمل، هنشوفها دلوقتي، طحناها قوي، يعني حطها بتاع 4 وحدات كده من عين الجمل وطحنتها حلو يعني. بص هو لسه مغليش الكشك، فمستنيه ان هو ايه يقلب كده شويه. هنا الرز لسه اهو لقيته يعني شويه ني، انا شلت منه شويه ميه لان حسيت ان الميه بتاعته كتير، وبعد كده ضفتها تاني لان لقيته لسه عايز يستوي. دي معلقه كده اهوت من عين الجمل ومعلقه من الدقيق. خلاص احط عليها معلقه من اللبن، احط عليها نص كوبايه من اللبن، مش معلقه، نص كوبايه من اللبن كده هو، دوبهم فيها كويس او وانزل عليها كده والميه والكشك بيغلي كده اهوت، وانزل عليها بالشكل ده. طبعا الكشك بنحط له الملح بتاعه وشويه فلفل اسمر. خلاص كده خلص الكشك بتاعي، بقفل عليه على طول بقى كده خلاص خلص. هعمل له بقى سمنه على الوش، عايزه اعمل له طشه سمنه على الوش عشان انا ما خدتش السمنه بتاعه البصله، فهعمل له سمنه على الوش طشه يعني. فعملت له طشه كده وطشيتها له كده، يعني قدحت السمنه ورحت طشها عليه. هنا خلاص عملت الطبقين كده غرفتهم، وهغرف لهم بقى طبق من غير بصل عشان عيالي في ما بياكلش الكشك بالبصل مكرمل. فعملت لهم طبق لوحده كده اهوت. ودي بقى عشان حطينا فيه عين جمل لازم نحط له ايه واحده كده على الاول. خلاص كده بدأنا كده، خلصنا الأكل والأذان أذن، فبغرف بقى الأكل بتاعنا كده اهوت عشان يبقى على السفرة سخن كده وإيه وحلو. ادي الرز، بص الرز بقى مفلفل بيقع ازاي. الرز بالخلطة جميل جدا جدا، جربوه، جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. خلاص كده بجهز بقى الفرخة بتاعتي والحشو اللي جوه الفرخة. يعني جربوا بالطريقة دي، محدش يحشي البطن، بجد البطن لما بتتحشي بتتعجن جدا، الرز بيبقى معجون قوي، فانتي جربيها بالطريقة دي تبقى جميلة جدا. ما تحشيش، احشي تحت الجلد بس، ما تحطيش في بطنها اي حاجه، وسيبي بطنها عشان تستوي حتى معاكي على طول، ما تبقاش ايه فيها دم من جوه ولا اي حاجه، ان الرز برضو بيكتم التسويه، الميه ان هي تخش جواها والحراره، فايه بتبقى فيها زي شويه دم او حاجه. لكن انت لما تحشيها من تحت الجلد وسايبه البطن، الميه الشوربه تخش جواها وتغلي فيها من جوه، ما بتاخدش حاجه يعني، ما بيبقاش فيها حاجه قصدي. هنحط بقى شويه نحط بقى ال... الكبده والقناصه كده على الجناب، ومعاهم شويه من المكسرات، وبعدين نحط الفرخه في النص. وادي كده الوجبه بتاعتنا. بص بقى المنظر بقى عامل ازاي. ما كلفناش قوي في الاكله، يعني كله موجود، كله رز، يعني الكشك معمول برز، والفرخه طبعا اللي هي بتاعتنا، وخدنا بقى شويه سمنه كده من اللي نازلين منها من الفرخه، نحط عليها سمنه بلدي
الفرخه. فخدتهم كده اهوت، هم اكيد بقى خدوا راحتهم في الفرن، حطيتهم بقى على الكشك كده. ودي كده الوجبه بتاعتنا خلصت. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى بلايك، ولو عجبتكم الوجبه وجربتوها قولوا لي في كومنت كده اهوت يا رب، واعملوا لي لايك للفيديو، واشوفكم على خير. سلام عليكم.